ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود، والنهارده انا برد على سؤال اتسال لي كذا من كذا حد، يعني ناس في مصر وبره مصر. اوكي، على موضوع البرايفت كورسز. طيب اوكي، يس، انا بدي برايفت كورسز اونلاين او فيس تو فيس، بيكون كونفرسيشن او ادب ونقد. اوكي، ولكن مش كل الناس بقبلها. ماشي، وده اللي انا سالت عليه، ليه مش كل الناس بتقبليه؟ ساعات ما بيبقاش عندي وقت، اوكي، وبقول ده. ولكن ساعات مش فكره وقت، ساعات ما بيبقاش حكايه ان انا ما عنديش وقت، لا، بيكون انا معترضه على الشخصيه نفسها. يعني انا مش مرتاحه نفسيا للانسان اللي قدامي، ودي حاجه انا بحسها، ومش هقدر اقول لكم ازاي. انا بحس بالانرجي بتاعت اللي قدامي ان انا مش هرتاح معاها، مفيش كيمستري، فما باخدش، ما بقبلش. او ان احس ان اللي قدامي مش هيلتزم، وزي ما قلت لكم في السلسله اللي فاتت دي كلها، اساس التعليم اللغه هو الالتزام. او بحس ان اللي قدامي بيهزر، يعني جاي بيهزر كده، وانا بقى عندي بعد العمر ده كله في التدريس بقيت بقرا الناس كويس، فببقى عارفه من اول جمله بتتقال اللي قدامي ده عايز ايه بالظبط. فمش كل الناس بقبلها. يعني انا ممكن اكون من 50 حد بيطلب درس بقبل 1 أو 2. اوكي، ده مش تناكه، عشان بس ما حدش، هي ممكن يكون وقت وظروف حياتي، اللايف ستايل بتاعي، والى جانب ان انا مش اي حد بقبله. لكن اللي بقبله يا جماعه يبقى الحد ده انا شايفه انه يجي منه انه انسان ملتزم، ان انا مرتاحه له، ان الانسان ده انا عارفه ان هو هيوصل للنتيجه اللي هو عايزها معايا، ان انا هعرف افيده. لان انا في ناس انا ما بكملش معاها لان انا ببقى حاسه ان انا مش عارفه افيدها. مش عيب مني، انا شايفاهم مش ملتزمين، فيبقى انا كده مش عارفه افيدك. اما احس ان انت حصل قطع في التواصل بينا، انت مش بتديني اللي انا محتاجاه عشان انت تتحسن، فخلاص انا كده مش هفيدك، احنا كده بنهزر، وانا مش هاخد فلوس، انا انت مش بتاخد مقابل. طب المفروض ان حد ده بيزنس، زي ما انت في مقابل مادي بتديه للتيتشر، انت متوقع مقابل قدامه، وهو ان انت تتحسن او توصل لليفل معين. لو انا لقيتنا مش هعرف اعمل لك كده لانك مش ملتزم، او مش بتعمل اللي انا بقول عليه، او ما عندكش وقت فمش مهتم، يعني ايا كان، فانا بقول سوري انا مش هكمل، لان انا كده ابقى بهزر. مش هفرح بمقابل مادي يجيلي وانا عارفه كويس قوي ان المقابل ده بيترمي على الارض. انا هستحرم ان انا اعمل كده عن نفسي، يعني اوكي، يمكن مش كل الناس بتبص للموضوع ده، بس انا ببص لانه لو جالي درس واحد ربنا يبارك فيه، احسن ما يجيلي 50 درس ربنا ما يباركش فيهم. فعشان كده يا جماعه اللي بقبله يبقى قد المسؤوليه، يا اما من الاول نو، انا في الشغل ما عنديش تفاهم. يمكن انا شخصيتي الطبيعيه فريندلي جدا، ولكن في الشغل شغل، التزام مش هلاقي التزام مش هكمل، خلاص انتهى الموضوع على كده. اوكي، وبعدين اللي مش ملتزم وبيمشي ما بيرجعش تاني. يعني انا لما بقفل الباب ما بفتحوش في حياتي بقى كلها، انا الباب اللي بقفله ما بفتحوش تاني، لاني ببقى مقتنعه تمام الاقتناع الباب ده لازم يتقفل، الشخص ده مش ملتزم ومش هيتغير. اوكي، لان انا مؤمنه ان الناس ما بتتغيرش بسهوله الا لو هو عايز يتغير. فمن الاخر يعني انا الانسان اللي مش ملتزم ما بقبلوش، لان ولو رجع لي تاني وقال لي هبقى هلتزم برضو ما بقبلوش، لان انا خلاص ببقى حاسه ان الشخص ده مش ملتزم اصلا، ده طبعه، مش حكايه انه ما عندوش وقت مثلا في مرحله ما، لا هو اصلا طبعه مش ملتزم. اوكي، او حد بقى مش محترم، طريقته في الكلام ما بتعجبنيش، واحده مثلا مش فاكره ان انا بشتغل عندها، لا انا مش بشتغل عند حد، فنو. حد مثلا خد كورس وبعدين قال لي طب انا هروح اخد لفه وارجع لك، وراح خد لفه ولقى ان كلامي معايا حق ورجع لي تاني، برضو نو. لان زي ما بقول لكم، وحتى في الاصحاب، حتى في المعارف، اي حد باخد قرار ان انا ما بكملش معاه علاقه معينه، وذر علاقه شغل او صداقه او زماله او ايا كان نوع العلاقه، لما باخد قرار قفل الباب انا ما بفتحوش تاني، لان انا ببقى مقتنعه تماما ان الشخص ده ما ينفعش في حياتي باي شكل من الاشكال. فاللي هياخد درس معايا وانا مش هكمل معاه لاي سبب، ما يحاولش يرجع تاني، لان في الغالب انا مش هقبله تاني. اللي خلاني اسيبه اولاني فانا مقتنعه ان ما فيش بينا اتليست كيمستري، فمش هقبل تاني. عشان بس انا اتسالت، يعني يمكن يكون الفيديو ما يهمش كل الناس، ويهم ناس معينه هي اللي سالاني في الموضوع ده، فبما عشان ما اقعدش ارد على كذا واحد واقول نفس الجمله ونفس الكلام ده اقعد ابعته في كذا مسج، فانا قلت اعمل فيديو مجمع واللي عايز بقى يشوفه يشوفه. اوكي، بس anyway انا لما بقفل الباب ما بفتحوش تاني في حياتي كلها. اوكي، لاي حاجه، لبني ادمين والفرص واي حاجه في حياتي. فبليز يا جماعه، لو حد كنت في بينا شغل
وبعدين الشغل ده ما كملتش وانا اللي قلت له مش عايزه اكمل، وبعد كده في الاخر رجع تاني وقلت له لا، ما يستغربش انا قلت لا ليه. اوكي، ولكن اللي هقبله يا ريت يبقى عارف ان هو قد المسؤوليه وانا توسمت فيه خير. وفي ناس عارفه، انا هم عارفين نفسهم ان انا بتكلم عليهم، عارفين نفسهم. وسوري لو بتاخر في الرد في المسجز، بس عشان انا بيجي لي مسجات كتير جدا على الدايركت مسج، وببقى ساعات من وقتي مش بيسمح ان انا ارد على كل الناس، فما برضاش افتح رساله واقراها واتاخر في الرد اني هنسى الرساله، فبحبها تفضل موجوده عشان ارجع لها ارد عليها. وبس كده، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.